السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور العزيز، 7000 أخ وأخت موجودين عند القناة، انتوا على دماغي وتقديركم في قلبي. أي حد كان بيتكلم على اليأس قبل كده كنت بسخط منه وبتريق عليه، بقوله انت ضعيف. اليأس لما بيمسك بني آدم يخليه يفشل، يخليه يقف مكانه. أحيانا بتبقى شايف واحد في الثانوية وماشي تمام، فجأة تلاقيه وقع، مش عايز يذاكر تاني، مش عايز يروح تاني، مش عايز يعمل تاني، دماغه وقفت لحد كده. اليأس ده لما بيملك حد بيضيعه. شفت طريقة التصوير اللي انا بصورها دلوقتي؟ الموبايل عمال يتهز والكلام ده لان بصور وانا ماسك التليفون في ايدي، مكسل حتى اقوم اجيب الرينج لايت والبس هدوم كويسة وتصور في مكان كويس، قاعد جنب الباب من كتر الاحباط. كتر الاحباط ان انا مش قادر اوصل لحاجة، مهما بعمل فيديوهات ما بتوصلش، مهما بتكلم محدش بيسمع، اكني ما اتكلمتش، وده حاجة بتأثر. يوتيوبرز كتير اشتغلوا بعد مني، والله اشتغلوا بعد مني وطلعوا فوق. انا شغال في اليوتيوب من 2019، مفيش فيديو جاب لي 100,000 مشاهدة، مفيش فيديو جاب لي 50,000 مشاهدة. فحاجة بتتعب وحاجة بتزعل وبتهمدك وبتعجزك. انا مش هعرف اعمل المحتويات اللي هما بيعملوها، انا ولا هنزل ب1000 جنيه عشان اوزعه على الناس، كل واحد 100 جنيه واصوره عشان الم لايكات ومتابعين والناس تقول لي ده انت بتعمل خير. ولا انا همشي اعرض الناس في الشارع واقول فضايح دي وفضايح دي وفضايح دي. ولا انا هاجي هنا في البيت عندي واطلع اخواتي واهلي وزوجتي ونعمل بقى يوميات سعيدة والناس تتفرج زي يوتيوبرز كتير بيعملوا الحركة دي، اللي هما حياتهم بيعرضوها على الموبايل وبيصوروها لكم وبيعرضوها على اليوتيوب وانتوا تشوفوها وخلاص. إيه، ما بيفكوش بحاجة على فكرة. مش بتريق عليهم، هما نجحوا بحب الناس ليهم، والناس حبت انها تشوف حاجة زي كده، بس كل واحد يقوله الحاجة اللي بيحب يشوفها. وانا حاولت اقول قصص كتير زمان وحاولت اغير لمحتوى تاني برضه، بس ما جاش معايا سكة برضه الكلام ده. مش ما جاش معايا سكة، ما جاش له الجمهور بتاعه. تقريبا الناس كلها بقت بتحب الحاجة الهلس، الناس بحالها عايزة تتفرج على لعب ومقالب وحاجات من دي. وانا برضو مش هعرف اعمل كده، مش هعرف اقعد اعمل مقالب في حد عشان خاطر المشاهدين، ولا اعرف اتصل على اي رقم وهمي معرفوش واعمل فيه مقلب عشان اعرضه فيديو ليكم تتفرجوا عليه. فعلقته وعملته لايك، عملته اشتراك، انتوا على دماغي، سواء الفيديو عجبكم او ما عجبكوش، والله انتوا على دماغي. احيانا تعليق سلبي اشوفه يعجزني، يخليني ما ادخلش. كنت عندي الحماس ان انا هقوم اصور حالا، ما بقومش اصور، والله ما بقوم اصور وبيأثر فيا. انشر الكلمة الخير احسن. ومش بقول كده عشان خاطر اكسب بيه تعاطف حد او حب حد، والله انا ما محتاج حاجة، انا مش عايز حاجة. يعني من 2019 لحد دلوقتي اللي خلاني اقعد كل ده من غير نجاح، اقعد حياتي بحالة من غير نجاح. وتحياتي ليكم واتمنى لكم الخير والسلامة في كل مكان. السلام عليكم.